السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وشوفنا الترابيزة وشوفنا الكرسي وشوفنا البوكس الخشبي ده. النهاردة أنا جايبكم جاي هنخش المكان اللي ورايا ده نزوره سوا. فلو أنت بتجهز بيتك أو أنت ناوي، المكان اللي ورايا ده عبارة عن مكان لبيع الأساس المنزلي، يعني العفش زي ما احنا ما بنقول عليه. فنصيحة ليك لو أنت ناوي تشتري قبل ما تخش أونلاين وتشتري الحاجات أونلاين، إيه رأيكم لو أخدكم ونخش نشوف يا ترى أسعار العفش والأساس المنزلي هنا في ألمانيا عاملة كام؟ 50% خصم، يعني اكتر من نص سعره مخصوم. حبيت اشارك معاكم تفاصيل اليوم ونقضي يوم حلو سوا ان شاء الله، وبالمره تعرفوا اسعار الحاجات اللي جوه دي عامله كام. في المكان هنا موجود كل حاجة تخص الأساس المنزلي، من أول الديكورات لحد الأساس اللي أنت هتحتاجه في بيتك. فيلا بينا نخش نشوف الأسعار دي عاملة كام بالظبط. أول حاجة هنبتدي بيها وهي القعدة الجميلة اللي هناك دي. تعالوا نشوف أسعار القعدة دي، كل حاجة موجودة فيها بكام، من أول السجادة لحد الكراسي لحد الترابيزة، كل حاجة. أول حاجة الواحد من الكرسي ده عامل 49 يورو، الثلاث كراسي دول كل واحد منهم عامل 49 يورو، والقطعة دي اللي أنت بتحط عليها الأطباق عاملة 9 يورو 99 سنت، نقدر نقول 10 يورو مثلا. والطبق ده عامل 10 يورو برضه. كل حاجه هنا مكتوب عليها السعر. تعالوا نشوف الكاس ده عامل كام. مثلا عامل 6 يورو، واللمبه الجميله دي عامله 79 يورو 99 سنت، هنقول عليها 80 يورو برضه. انت بقى احسب 3 كراسي الواحد في 49، وحق اللمبه دي وحق الترابيزه. تعالوا نشوف حق الترابيزه كام. الترابيزه دي سعرها 249 يورو. فانت زي ما انا ما قلت لك هتحسب كل حاجه من الحاجات دي لوحدها، وهيطلع معاك الاجمالي حق القعده دي عامله كام بالظبط. طبعا في حاجات كتيره جدا هنشوفها زي ما انتم ما شايفين القعدات اللي قدامي دي. واحلى حاجه في المكان ده اللي هو بيبقى مصمم لك القعده بالديكور الخاص بيها، فانت تقدر لو عجبتك قعده او ركنه زي اللي قدامي دي كده تروح تعرف كل حاجه بكام وتنزل تشتريها زي ما هي كده. فتعالوا نشوف اسعار القعده اللي هناك دي هتكون عامله كام. مثلا الكنبه اللي هناك دي سعرها 299 يورو، وانا شايف ان السعر ده ممتاز جدا للكنبه دي، لان في اسعار اعلى من كده بكتير. وهنلاقي ان المخده من دول عامله 14 يورو، والفازه الجميله دي عامله 17 يورو، الترابيزه الصغيره دي عامله 30 يورو. سعر فوق الخرافي بالنسبه لترابيزه زي دي. واي حد عايش هنا في المانيا عارف ان الاسعار دي اسعار رخيصه جدا مقارنه بالاسعار التانيه اللي احنا بنشوفها في اماكن تانيه. المكان اللي انا فيه ده حاليا موجود فيه خصومات كبيره جدا. طيب ليه موجود فيه خصومات؟ لان الحاجات اللي موجوده دي بتبقى اخر قطعه المكان بيبقى عايز يتخلص منها، او عايز ينزل موديلات جديده ولسه الحاجات دي موجوده، فبيعملوا عليها خصومات جميله جدا وكبيره جدا بحيث ان الناس تشتريها ويتخلصوا منها وينزلوا موديلات تانيه. فتعالوا دلوقتي افرجكم الاسعار دي عامله ازاي. مثلا الترابيزه اللي انتم شايفينها دي سعرها نازل من 927 يورو ل 549 يورو. هنلاقي نفس الخصومات دي موجوده على كل حاجه هنا. الترابيزه دي مثلا سعرها نازل من 228 لحد 80 يورو. متخيلين؟ من 228 لحد 80 يورو، فده خصم كبير جدا ما شاء الله على الترابيزه دي. والترابيزه حالتها ممتازه، ما فيهاش اي غلطه او مثلا ما فيهاش اي عيب، علشان كده هم عاملين الخصومات دي. الترابيزه جميله جدا. تعالوا افرجكم على الترابيزه علشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. هنا مكتوب السعر اهو 228، ده السعر الاساسي، وده السعر الحالي 80 يورو، 64% خصم. دلوقتي عندنا الترابيزه دي عليها خصم 45%. سعرها الاساسي عامل 646 يورو، انما حاليا هي عامله 349 يورو، وهي دي شكلها. الترابيزه اللي بعدها على طول عليها خصم 52%، فسعرها الاساسي 627 يورو، انما عليها خصم سعرها 300 يورو فقط لا غير. فلو انت بتجهز بيتك او انت ناوي تشتري حاجات للبيت عندك، فالمكان ده تعالى واطلع على القسم اللي انا فيه ده. هسيب لكم اسم المكان دلوقتي، واطلع على قسم الخصومات، يمكن تلاقي حاجه انت كنت بتدور عليها هتاخدها باقل من نص الثمن. عندنا الترابيزه دي مثلا سعرها الاساسي 385 يورو، بس عليها عرض 74%، وسعرها حاليا هيكون 99 يورو. في مثلا الترابيزتين الجمال دول عليهم عرض 55%، سعرهم الاساسي هيكون 179 يورو، انما دلوقتي هم في العرض ب 79 يورو بس، في 100 اتشالت، وحالتهم زي الفل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. فنصيحه ليك لو انت ناوي تشتري قبل ما تخش اونلاين وتشتري الحاجات اونلاين او تروح اي مكان وخلاص، تعالى اتفرج على الخصومات اللي موجوده، هتلاقي عروض ممتازه وهتستفاد منها ان شاء الله. تعالوا بقى اخدكم ونتفرج على اسعار غرفه النوم اللي انا فيها دي. اول حاجه المخده اللي انا ماسكها في ايدي دي عليها خصم 35%، سعرها 13 يورو. نشوف المخده الكبيره دي عليها خصم
37% سعرها هيكون 24 يورو 99 سنت، نقدر نقول 25 يورو يعني. رجع دول زي ما كانوا كده. والمخدة الجميلة دي عليها عرض 40% خصم، سعرها هيكون 17 يورو 99 سنت. انا مش عارف ايه السنت اللي دايما شايلينه ده مخلينا نقول 17 99 سنت، 18 يورو على طول، انا مسامح في السنت. الدولاب ده دولاب مساحته جميلة جدا، جرار، سعره عامل 399 يورو، لكن سعر الدولاب ده الأساسي 1235 يورو، إنما عليه عرض 67%، سعره هيكون 399 يورو بس. حاجة محترمة زي ما انتم شايفين. والرفوف اللي موجودة جوه دي، الرف عامل 39 يورو، عليه برضو خصم 36%. وعندنا الكومودينو الجميل ده، بتحط عليه بقى المنبه، أي حاجة أنت محتاجها جنب السرير. هنلاقي إن معمول عليه عرض 44%، سعره الأساسي 107 يورو، إنما سعره دلوقتي في العرض هيكون 59 يورو فقط لا غير. والطبق ده عامل 15 يورو، لو حد بيحط مثلا الاكسسوارات بتاعته هنا قبل ما ينام والكلام ده. في الطبق ده سعره عامل 14 يورو 99 سنت. وطبعا المرايه سعرها هيكون 10 يورو، 9 يورو 99 سنت، عليها عرض 47% خصم. طبعا المرايه دي اغلى من كده، لكن هي في العرض دلوقتي عامله 10 يورو. المرايه دي بتتلزق على الحيط على طول باي ماده. وفي القطعه اللي موجوده هناك دي، اللي الواحد مثلا يقدر يخزن فيها ملابس او يحط فيها اي حاجه هو عايزها، سعرها هيكون 349 يورو. وسعر القطعة دي الأساسي 700 يورو، إنما هي عليها عرض 50%، فسعرها هيبقى 349 يورو، وهو ده شكلها. يبقى احنا كده عرفنا سعر القطعة دي، وسعر المخدات، وسعر الدولاب، وسعر المراية، وسعر الكومودين اللي هناك ده. دلوقتي تعالوا نشوف شوية الديكور اللي حواليهم دول عاملين كام. مثلا هنلاقي الفريم ده مثلا عامل 34 يورو و90 سنت، وزي ما انتم شايفين عليه عرض 43%. ده الواحد يقدر يحط فيه شمعة، يقدر يحط فيه صورة، يبقى شكله جميل جدا نفس الترتيب ده كده. والصورة اللي هناك دي سعرها 24 يورو 99 سنت، وأكيد عليها خصم برضه. قولولي في التعليقات تحت ايه رأيكم في الأسعار والعروض دي، وهل يا ترى المكان ده يستاهل ان الواحد يشتري منه حاجات، ولا في اماكن تانية فيها عروض احسن من دي؟ الناس بقى اللي ظهرها تعبها زي حالاتي وبتشتكي من ألم في ظهرها، الناس هنا ما قصروش، نرجعه بقى زي ما كان، ننزل كل حاجة كده تاني. الكرسي ده سعره الأساسي 980 يورو، إنما عليه عرض كالعادة سعره هيكون 500 يورو فقط لا غير. وهنلاقي حاجة جميلة جدا في المكان، وهو إن دايما بيبقوا كاتبين مساحة الشقة. فمثلا لو انت شقتك مساحتها 58 متر، يبقى المكان اللي انت هتشوفه ده بالظبط مناسب على تقسيمة شقتك. موجود بقى نفس الخريطة دي بمقاسات مختلفة على حسب مقاس شقتك ايه، بتخش تشوف الديكور والاساس اللي بيتناسب مع مساحة شقتك. والمميز في المكان ده اللي هو بيوفر لك جميع الالوان لاي حاجة انت عايزها. على سبيل المثال مثلا الكنبة دي عجبتك وانت محتاج تشتريها، بس اللون مش عاجبك او مش متناسب مع ديكور بيتك، بس انت عايز نفس الكنبة، بتقدر تيجي هنا تختار اي لون انت عايزه. وكمان في خامات مختلفة، في منها 100% بوليستر، وفي منها 90% بوليستر و10% قطن، فتقدر انت تختار اللون وتفصيل الخامة اللي انت عايزه. طيب تعالوا نشوف عموما الكنبة دي سعرها كام. هنلاقي ان سعر الكنبة دي الاساسي 4463 يورو، انما عليها عرض 46%، فهيكون سعرها من 4463 ل 2390 يورو. وده بيكون سعر الكنبة بس من غير المخدات او اي حاجة معاه. هنلاقي بقى القسم ده للناس المحبين الحاجات الكلاسيك الجميلة دي. أنا واحد من الناس بحب الحاجات دي جدا. تعالوا نشوف الطيارة دي سعرها كام. مثلا شكلها تحفة، سعرها 25 يورو، 24 يورو 99 سنت. في بقى اشكال مختلفه، في فيسبا، في عربيه كلها من المعدن، الشغل الكلاسيكي الجميل اللي فيها ده. في الموتوسيكل الهارلي ده برضه. احلى حاجه في الحاجات دي التفاصيل بتاعتها، تلاقي مركب فرامل وسلك دبرياج، سلك فرامل وبتاع، لكنها مكنه بجد. سعرها برضه 25 يورو. في الاتوبيس الجميل ده برضه سعره 25 يورو. تعالوا نتفرج على الترابيزه دي ونشوف مواصفاتها واسعارها ايه.
نلاقي ان الترابيزه فيها ليدات. طبعا لو النور مطفي الليدات دي هتبقى ظاهره اكتر من كده. فيها دراج مساحتها مقبوله، تقدر تخزن هنا حاجات، وهنا بيبقى محطوط الشاشه، وهو ده شكلها. تعالوا نشوف سعرها عامل كام. هنلاقي ان الترابيزه دي عليها عرض 51%، سعرها الاساسي 713 يورو، انما دلوقتي اثناء العرض سعرها هيكون 349 يورو. وهنلاقي بعد كده الترابيزه اللي موجوده دي مصنوعه من الخشب والمعدن، تقدر تستخدمها بقى كسفره، تقدر تستخدمها كترابيزه تقعد تذاكر عليها. ده حجمها وده شكلها. الكراسي دي عليها عرض 59%، سعرها الاساسي الكرسي من دول عامل 365 يورو، انما في العرض هيكون عامل 149 يورو. والترابيزه دي عليها عرض 57%، سعرها الاساسي هيكون 629 يورو، انما سعرها في العرض هيكون 269 يورو فقط. والكرسي اللي انا قاعد عليه ده برضو موجود عليه نفس العرض. فلو شفنا هنا سعره هنلاقي ان سعره الاساسي 365 يورو، انما عليه عرض 59% خصم، يعني اكتر من نص سعره مخصوم، وهيكون سعره في العرض 149 يورو. مش عارف الاسعار باينه من عندكم ولا لا، بس انا هوريها لكم دلوقتي تاني علشان تبقى واضحه قدامكم. وادي شكل الكرسي علشان انا كنت قاعد عليه ما كانش باين كويس، وهو ده شكل الترابيزه، وده العرض وسعر الكرسي الاساسي وفي الخصم، وده سعر الترابيزه الاساسي وفي الخصم. هنلاقي ان الاساسي 629 يورو، انما في الخصم 269 يورو فقط، عليه خصم 57%. اي اخ او اخت عايش هنا في المانيا يجي المكان ده ويستفاد من العروض دي، لان زي ما انتم ما شفتوا في عروض بتوصل لاكتر من نص الثمن مخصومه من السعر الاساسي. تعالوا نتفرج على المكان الجميل ده ونشوف تفاصيله واسعاره عامله كام بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها وهي الترابيزه الكبيره دي. تعالوا نشوف سعرها عامل كام. عليها خصم 38%، سعرها الاساسي هيكون 532 يورو، انما في العرض هيكون عامل 329 يورو فقط، وهو ده شكلها. تعالوا نتفرج على الكرسي. ده شكل الكرسي اهو. تعالوا نشوف سعره عامل كام. عليه عرض 47%، سعره الأساسي هيكون 245 يورو، إنما سعره داخل العرض هيكون 129 يورو. تعالوا نشوف اللمبة دي هيكون سعرها كام، اللي بتتعلق فوق دي وبتكون نازلة على الترابيزة كده على طول عاملة إضاءة عليها. دي عليها عرض 49%، وهيكون سعرها 59 يورو 99 سنت. ونلاقي البوكس الخشبي ده اللي انت تقدر تحط عليه أي حاجة، سعره هيكون القطعة الواحدة منه عاملة 10 يورو. دول 3 قطع مش قطعة واحدة، القطعة عاملة 10 يورو، فدول هيعملوا 30 يورو. في الزرعة التانية البلاستيك دي برضو سعرها عامل 29 يورو 95 سنت، وده زرع بلاستيك مش طبيعي. تعالوا نتفرج على المراية دي ونشوف سعرها كام. يكون عليها عرض 37% خصم، سعرها الأساسي 190 يورو، إنما دلوقتي سعرها 119. يبقى احنا كده شفنا المراية وشفنا الترابيزة وشفنا الكرسي وشفنا البوكس الخشبي ده. تعالوا بقى نتفرج على المطبخ ده ونشوف سعره عامل كام. وسعر المطبخ ده الأساسي 7831 يورو، إنما عليه عرض 29%، فسعره هيكون 5499 يورو. ومكتوب هنا على كل قطعة سعرها لوحده هيكون عامل كام، بحيث مثلا إنك لو عايز تشتري الجزء ده ومش عايز تشتري المطبخ كله فتعرف سعره عامل كام. القطعة دي سعرها عامل 400 يورو الواحدة. وعندك القطعة دي اللي أنت تقدر تعلق عليها الأدوات بتاعة المطبخ، سعرها عامل 39 يورو 90 سنت. طبعا السعر ده نازل 45% خصم. والحنفية دي بالجزء بتاعها هيكون سعره عامل 339 يورو. وبعد كده في الجزء اللي هناك ده اللي انت تقدر تحط فيه الاطباق او الكوبايات بتاعتك، تقدر تخزنهم في المطبخ. تعالوا نشوف سعره. تقدر تحط الاطباق بتاعتك هنا زي ما هم مرصينها، الكوبايات بتاعتك هنا، في اضاءة داخلية كمان. والجزء ده مفتوح تقدر تحط فيه برضو اي حاجة انت عايزها. والدرج ده تقدر تحط فيه شوكك، معلقك، اي حاجة انت محتاج تحطها هنا. في برضو مساحة تخزين تانية تحت اهي. تعالوا نشوف بقى سعر القطعة دي هيكون عامل كام. يعني سعرها الأساسي 1230 يورو، إنما في العرض هيكون 599 يورو فقط. والفرن اللي هناك ده لوحده من غير الجزء الخشب اللي وراه ده، تعالوا نشوف سعره كام. عليه خصم 45%، سعره هينزل من 1530 يورو ل 829 يورو. وبعد كده معانا المدخنة دي،
اللي بتبقى موجودة دايما فوق البوتاجاز اللي بتسحب البخار تطلعه بره البيت. تعالوا نشوف سعرها عامل كام. عليها خصم 43%، سعرها الأساسي 1413 يورو، لكن سعرها حاليا هيكون 799 يورو فقط. اتمنى ان الفيديو ده يكون لفت انتباهك ان فيه خصومات جميله جدا في اماكن زي المكان اللي انا فيه ده. اتمنى ان اي شخص يتفرج على الفيديو ده يكون استفاد منه. في موجود القطعه دي، الرسمه التوضيحيه بتاعتها اهي اللي بتتحط جوه الدرج وبيتحط فيها المعالق والشوك والكلام ده. قطعه اهي خشبيه، سعرها هيكون عامل 6 يورو 99 سنت. دي تقدر تحطها جوه الدرج تحط فيها حاجات. شكلها محترم وشيك جدا، وسعرها كمان رخيص جدا. في منها شكل تاني هناك اهو، وفي الشكل اللي معانا ده. في منها الحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده، سعره هيكون عامل 34 يورو. وبكده يبقى انا وصلت معاكم لاخر الفيديو. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفتوا ان في اماكن بيبقى فيها عروض جميله جدا انت تقدر تستفاد منها. لو الفيديو عجبك بعد اذنك عرفني ده تحت في التعليقات، وما تنساش لو انت لسه مشتركتش معانا تشترك معانا علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ولو الفيديو ده عجبك ونوع الفيديو ده عجبك وعايزني انزل اصور جزء تاني منه، عرفني برضو ده تحت في التعليقات. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.